يلا بقى تعالوا نعمل زبادي السحور وسجليها لرمضان عشان الأسعار هتبقى نار والحاجة هتبقى أسعارها الضعف. بصوا الزبادي عاملة ازاي، زبادي متماسكة وجامدة، وكمان من أول مرة إن شاء الله وبطريقة مفيش أسهل ولا أبسط منها. بصوا عاملة ازاي، ولا بتقع ولا أي حاجة. وبصوا الجمال والطعامة كريمي كده وناعمة وجميلة جدا جدا. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم في الطعامة والتوفير والنظافة دي؟ بصوا الوش بتاع الزبادي. يلا نعرف كل أسرارها وتريكاتها، بس الأول اعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة كده بقى بعملها، بجيب كيلو من الحليب يكون من عند اللبان بخيره كده، أو من الفلاحين بيبقى حلو جدا، وأسيبه يغلي. أول ما يبتدي يغلي كده على النار بهدي عليه النار وأفضل أقلب فيه حوالي 10 دقايق كده. ليه بنعمل الحركة دي؟ بس النار تكون هادية عشان ما يفورش معاكي. ليه بنعمل الحركة دي؟ عشان بس إيه، لو في سوائل زيادة تتبخر ويتبقى لنا الحليب بس. جبت علبة زبادي أي نوع أنتِ عاوزاه عشان نعمل بقى الخميرة بتاعتنا. أنا استخدمت النوع ده، دي لبنيتا، وبعدين مسكتها بقى كده. لازم نفُك التكتلات اللي فيها ونضربها كويس جدًا، جدًا عشان تبقى فكّة معانا. سِبتها على جنب وجبت الحليب بقى بعد ما دفي، يعني هو دافي تستحملي كده لو حطيتِ صوابعِك فيه تستحمليه، تمام؟ ضِفت بقى معلقة من السكر عشان بس إيه، تدّي له طعم كده. طبعًا معلقة واحدة على كيلو الحليب مش كتير ولا أي حاجة، ومش هتبقى باينة فيه، لكن بتدّي للزبادي بتاعتنا طعم كده. لو أنتِ مش حاباها ما تضيفيهاش ما فيش أي مشكلة، بس برضه عايزة أقول لكم إن هي كمان بتشغّل معانا الخميرة بتاعة الزبادي، تمام. جِبت بقى علبة الزبادي اللي ضربتها من شوية، حطيت عليها كبشتين كده من الحليب، وبدأت إن أنا إيه، أضربها كويس جدًا. ودي خطوة مهمة جدًا، لازم ما يبقاش فيها أي تكتلات وتبقى ناعمة. تمام، أنزل بيها كده على الحليب بتاعي وبمضرب برضه أقلّبها كويس جدًا، جدًا. ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط، تحطيهم في الخلاط وتضربيهم ضربة تَكّة واحدة كده هتبقى معاكِ برضه زي الفل. جيبي بقى البولات بتاعتِك، الكوبايات، طواجن، اللي أنتِ حاباه واللي عندِك واللي أنتِ عايزة تستخدميه. عايزة أقول لكم إن دي طواجن بايركس عملت لي 6 من الطواجن، كيلو الحليب بس. شايفين التوفير؟ يعني أنتِ لو عملتِ الكوبايات اللي إحنا بنشتريها من برّه زي اللي أنا في أول الفيديو كده وريتها لكم اللي أنا استخدمتها، هتعملي 8 منها. يعني في توفير جامد إن شاء الله. هتعمليها كده في رمضان تبقي ضامنة نضافتها وبتعرفي أنتِ بتسحّري إيه برضه وبتأكّلي ولادِك إيه، وغير كده كمان توفير لإن طبعًا مش عارفين ده في رمضان سعرها هيزيد الضعف. بعد كده حطيتهم في صينية زي ما أنتم شايفين ومَيّة مغلية، مَيّة بتغلي. هاحط قد إيه يا سهير؟ هاحط لحد نُص الكوباية أو نُص البرام أو نُص الطاجن أيًا كان اللي أنتِ مستخدماه هتحطي نُصّه، تمام؟ لو أنتِ عملتيها في كوبايات أسهل حاجة ليكِ حطيها في حلة. أنا بانقي أكبر حلة عندي لو أنا عاملاها في كوبايات وباحطهم فيها، وبعد كده باجيب فوطة أغطيهم من فوق، وبعد كده أحط غطا الحلة. أنا هنا عملتها في صينية عشان دي برامات، هاغطيها بقى بورقة فويل، لازم نحكمها كويس جدًا، جدًا بورقة الفويل، تمام. زي ما قُلت لِك لو عملتِ كوبايات أحلى حاجة ليها الحلة، وهتبقى كاتماها وكامراها كده وهتبقى في منتهى الجمال. بعد كده بقى باجيب أي حاجة تقيلة عندي، دفاية مثلًا بتاعة السرير، وأروح مغطياها بالشكل ده. أسيبها قد إيه يا سهير؟ من 4 ل5 ساعات بتبقى زي الفل. أنا فتحت عليها بعد 4 ساعات، بُصّوا التماسك. شايفين متماسكة إزاي؟ وإحنا كل ده لسه ما دخّلناهاش التلاجة، ده أنا بس باشوفها متماسكة والّا لأ. طب فتحتِ عليها لقيتيها لسه مش متماسكة، قفّلي عليها تاني وغطّيها، هتلاقيها سيبيها ساعة كمان هتلاقيها بقت زي الفل معاكِ. خرّجهم بقى كلّهم من المَيّة وعلى التلاجة على طول، ساعة، ساعتين، 3، المهم إن هي لازم تخُش التلاجة عشان الخميرة تُقف بتاعتها وتبقى تمام معاكِ. ده شكلها زي ما أنتم شايفين، بُصّوا عاملة إزاي. زبادي متماسكة، طعمها حلو، نضيفة، الوش بتاعها زي الفل. بُصّوا عايزة أورّيكم مش هتتقلب، اقلبيها كده مش هتتقلب خلاص متماسكة. وكمان بُصّوا عاملة إزاي، كريمية جدًا وناعمة ونضيفة طبعًا، وحاجة كده زي الفل ما شاء الله. وبُصّوا الوش، شايفين أنا باشيل لكم الوش بالمعلقة إزاي، حاجة كده بجد خطيرة. كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب، جرّبوها وبس كده.